لو عرفنا كل الحقائق الصغيرة اللي بتكون الكون ده هنقدر نفهم الحقيقة. والحقيقة دي مش كيان كبير وغامض وخلاص، دي مجموعة من الذرات المنطقية الصغيرة جدا جدا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة على طول. بريتراند راسل من أكتر الفلاسفة الكبار اللي حاولوا يربطوا المشكلة الفلسفية بحياتنا اليومية. في الحقيقة يا جماعة احنا عايشين في عالم الكلام فيه بقى سلاح. منشور في فيسبوك ممكن يولع مجتمع، وتغريدة فيها كلمة غامضة ممكن تعمل كارثة كبيرة جدا. والناس بقت تسأل ايه الحقيقة ونعرفها ازاي، وهل ينفع نفهم العالم بشكل منطقي خالص ولا احنا بندعي المنطق وخلاص. راسل كان شايف اننا لو عرفنا كل المكونات البسيطة للحقيقة نقدر نبني منها صورة كاملة ودقيقة جدا للعالم. وده خلى راسل يطرح واحدة من اهم نظريات القرن العشرين، وهي نظرية الذرية المنطقية. ازاي اتكونت النظرية دي في عقل بريتراند راسل؟ وخلينا شوية نرجع في خلفية تاريخية وفكرية. راسل ما كانش بيتكلم من فراغ، هو كان في وسط تيار علمي وفلسفي ضخم بيحاول يعمل حاجة جريئة شوية، يخلي الفلسفة تشتغل زي العلوم الطبيعية، دقيقة ومنطقية وكمان قابلة للاختبار. الفلاسفة وقتها كانوا بيحاولوا يلاقوا أساس منطقي للغة والمعرفة، لكن راسل نفسه كان متأثر برياضيات فريجة وعاوز يعمل تحليل منطقي لكل جملة موجودة. فبدأ يحلل اللغة كأنها رياضيات بالظبط، كل كلمة بتساوي عنصر وكل جملة هي تركيبة منطقية من العناصر دي. وده خلاه بشكل أو بآخر يطور نظرية بتقول إن الحقيقة مش واحدة، لكنها مجموعة ذرات صغيرة منطقية، كل واحدة ممكن تتحقق في الواقع أو ما تتحققش. وده يمكن ياخدنا لجزء تاني النهاردة في فلسفة راسل، وهو التحليل المنطقي للجمل. وهو بصراحة كان بيستخدم اللغة كمراية للواقع. راسل بيقولك أي جملة عاوز تفهمها فككها، شيل عنها الزينة والكلام الكبير وروح للذرات الأساسية بتاعتها. مثلا الجملة اللي هي بنت بتحب الموسيقى، دي عند بريتراند راسل مش جملة عادية يا جماعة، دي وحدة منطقية بتتكون من كيان وهو البنت، وكيان تاني وهو الموسيقى، والعلاقة اللي هي الحب. فهو شايف ان الجمل اللي بتتكون من الحاجات دي جمل ذات معنى، لكن الجمل الغامضة زي العدم يتوهج في حضن الوجود، دي عنده جملة فارغة ملاش واقع نقدر نرجعها ليه. وده خلى في الحقيقة ان راسل يفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، وهي الجمل القابلة للتحليل والجمل الغامضة او الميتافيزيقية. وعلشان نفهم أكتر الذرات المنطقية وعلاقتها بالعلم والفلسفة، في كتابه المشترك مع هوايتد حاول راسل يبني كل الرياضيات من المنطق، وده انعكس على نظرية الذرية المنطقية. هو شاف إن العالم بيتكون من حقائق ذرية، واللغة لازم تعكس الحقائق دي. الجملة الصح بتساوي جملة بتعبر عن واقع بسيط قابل للملاحظة. لو نجحنا في ده هنكون أسسنا لغة علمية فلسفية دقيقة جدا جدا، وهي لغة ما فيهاش مغالطات ولا تهريج منطقي. ويمكن أثر النظرية دي على الفلسفة التحليلية بشكل كبير من أكتر من ناحية. نظرية راسل دي كانت البداية الحقيقية للفلسفة التحليلية. تأثيرها شافوا العالم كله بعدين في الوضعية المنطقية عند جماعة فيينا وأعمال فيتجنشتاين المبكرة، وكمان في الفلسفة التحليلية الإنجليزية عند إير ومور. والمبدأ كان واحد: ما لا يمكن التعبير عنه بلغة منطقية يجب أن نصمت عنه. يعني من الآخر بلاش فلسفة غامضة، خليك دقيق، خليك منطقي. لما نيجي ننقد النظرية دي ونفهم حدودها هنلاقي ان احنا قدام سؤال مهم جدا: هل كل حاجة ممكن نحللها لذرات؟ هنا بدأ النقد. لما نيجي مثلا للودفيج فيتجنشتاين واللي عملنا عنه حلقة هنا قبل كده، ولكن خلينا نتكلم عن جزء المتأخر. بعد ما كتب التراكاتوس رجع وقال
اللغة مش لعبة منطقية، دي أداة اجتماعية بنستخدمها بأغراض متعددة. يعني مش شرط تكون الجملة منطقية علشان يكون ليها معنى. يعني مثلا واحد بيقول أنا موجوع، جملة مش قابلة للتحليل الذري بس ليها معنى وبتأثر فيك. ده مثال لأفكار فيتجنشتاين. والنقد التاني الموجه للنظرية دي هي محدودية النموذج. الحياة مش كلها فاكتس أو حقائق، فيها مشاعر، فن ودين وشك وصمت وحداد. كل دي حاجات تانية غير الحقائق اللي اتكلم عنها برتراند راسل. وكل ده مش بينفع مع المنطق الرمزي اللي اتكلم عنه راسل كتير جدا. ولكن احنا لما نيجي مثلا نشوف الذرية المنطقية دي في حياتنا اليومية النهاردة، هنلاقي ان رغم النقد الشديد اللي توجه لنظرية راسل، لكنها لسه عايشة حوالينا لحد النهاردة. لما حد يقولك هات دليل، لما حد يقولك الكلام ده مش منطقي، لما الذكاء الاصطناعي يحاول يفهم اللغة بشكل او باخر، كل ده بيرجع للذرية المنطقية بشكل او باخر. بس السؤال دلوقتي، هل لازم نحلل كل حاجة؟ هل الحقيقة من غير منطق تساوي لا شيء؟ ولا في حاجات معناها أعمق من إننا نفسرها بلغة منطقية بحتة؟ برتراند راسل الحقيقة هو فيلسوف ما كانش بيحاول يبقى شاعر ولا فيلسوف ميتافيزيقي. هو كان بيحاول يبني لغة تفهم بيها العالم زي عالم الرياضيات بالظبط. بس السؤال اللي أنا سايبه هنا ليك، هل الحقيقة كلها منطق ولا الحقيقة أوسع من أدواتنا أصلا؟ في نهاية الحلقة دي كانت كل حاجة حبيت ان انا اعرضها النهاردة عن فكر برتراند راسل وعلاقته بنظريته الذرية المنطقية. في النهاية ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، لان ده بيدعمني في ان انا اكمل وانشر محتوى تاني. ولو عجبتك الحلقة قولي تحت في الكومنت ايه اكتر جزء فيها شدك، واشوفكم في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. سلام.